هلأ العلمانيين، نحن عم نحكي عن تقوى الله، لا يريدون تحكيم الشريعة. أخي ما بدنا تحكيم شريعة نحن بهالبلد. مش سامحوني حضرتكم كم واحد يعني أنتوا اللي بهالبلد؟ هذه البلد فيها قريب 90% مسلمون وملتزمون. وشوفوا يا أخي ساحات الجامعات كيف لما أذن الأذان وقاموا يصلوا، وشوفوا الجوامع كيف تغص بالناس. شو لا تريدون؟ شو يعني لا نريد تحكيم الشريعة؟ والله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، والآية الثانية الكافرون، والآية الثالثة الظالمون. شو يعني ما بدك تحكيم شريعة؟ يعني ما بدك الزواج وفق الشريعة، لكن شو؟ عشان يصير مساكنة، عشان يصير شذوذ، عشان يصير زنا محارم، عشان يصير كل ما واحد عجبته وحده يعبطها ويروح له يستأجر له شي بيت ويروح هو وياها. شو يعني ما بدك تحكيم شريعة؟ يعني ما بدك تحريم الحرام ولا تحليل الحلال، وبدك الخمور وبدك لحم الخنزير وبدك الفجور يمشي في البلد. شو يعني ما بدك تحكيم شريعة؟ قال لا مو أنا هيك قصدي، بس هيك معناتها، لأنه الشريعة هي الشريعة جاءت لعمارة الأرض. ما في شريعة ستهلك الأرض. ما في شريعة يعني أبوك ما بينفق عليك، ما له ملزم فيك، شو دخله فيك؟ وأنت مالك ملزم بأبيك كمان. مين هذا الزلمة؟ الرجال الكبير، خير إن شاء الله ييسر له. وما في شريعة يعني مرتك مو شرط تنام ببيتك، حبيت تنام ببيت الجيران بتنام، وحبيت تنام ببيت زلمة كمان بتنام. هي حقوق مرأة مع حرية كاملة، فبتروح وين ما بدها. ما في شريعة يعني زوجك لا ينفق عليك. مين أنت لا ينفق عليك؟ روح يشتغلي وجيبي مصاري مثلك مثله، وكل واحد بينفق على حاله. ما في شريعة يعني في دور عجزة بتملي البلد. ما في شريعة يعني في دور لقطاء بتملي البلد. هيك ما في شريعة. فهلأ هؤلاء العلمانيون بعد أن أكرمنا الله بهذا الفتح وبهذا النصر وهم لم يفعلوا شيئا، ما فعلوا. يا ريت في واحد من هالمجاهدين بعيد من هون علماني. كلهم صائمون، كلهم مصلون، كلهم يخافون من الله. هؤلاء الذين حملوا أرواحهم على أكفهم وجاءوا ليرفعوا الظلم عن هالبلد. وإذ بهؤلاء بيصير أي ما بدنا، نحن ما بدنا شريعة، ما بدنا شريعة، ما بدنا المتشددين. لكن شو بدنا؟ فلتانين؟ مو متشدد، بدك فلتان. يعني شو يعني متشدد بعدين؟ إذا كانت الامرأة محتشمة صارت اسمها متشددة، وإذا الشاب كان منضبط بالشريعة صار اسمه متشدد، وإذا صرنا نرعى حقوق الكبار والصغار صار اسمه متشدد. على كل تقوى الله تعالى أن أمتثل أوامره وأن أنتهي عن نواهيه. هلأ من تقوى الله تعالى في شباب منكم ومن غيركم، وهم كثر الحمد لله، اخترعوا اختراع أعمال ينفعون بها البلاد والعباد. هدول من جماعة تقوى الله تعالى. شيء اللي عم بينظف الطريق، وشيء عم يحرس المؤسسات العامة، وشيء اللي طلعوا على المطار يرتبوا المطار، وشيء اللي راحوا على المشافي يساعدوا المشافي، مع أنه مو اختصاصاتهم. بس أخي نعمل نجتهد. وشيء اللي عم يفكر ويدقدق تليفونات، شو في شغل، شو عنكم أمور أنا بقدر ساعد فيها. هذا تقوى الله تعالى، أن تمتثل أوامر الله تعالى وأن تجتنب نواهيه. من تقوى الله تعالى محبة هؤلاء المجاهدين القادمين وخدمتهم. لأنه هؤلاء يا أخي الشباب، طيب أين ينامون؟ في إخوة صاروا يفكروا طيب هذول وين عم بيناموا؟ ماذا يأكلون؟ بعدين شو بدهم يغسلوا ثيابهم؟ أهليهم مو هون. طيب كيف؟ شو بقدر أنا ساعدهم؟ شو بنقدر نساوي يا أخي؟ شو بنقدر نعينهم؟ كتر خيرهم هن أعانونا، فهل نعينهم؟ هذا تقوى الله تعالى. فيا أيها الإخوة، نحن في هذه الأيام خاصة وفي أوقاتنا عامة نحتاج كل واحد بيناتنا أن يتقي الله تعالى.